شلونكم طلاب؟ تريدون باكر امتحنكم رياضيات؟ لو تحبون اجل امتحان الرياضيات على غير يوم؟ نعم استاذ، متفقين، باكر نمتحن رياضيات، اصلا المادة سهلة وما يراد لها شي، وانت شارح لنا اياها اكثر من مرة، واني اصلا البارحة درست رياضيات لمدة 15 ساعة، فان شاء الله باكر نمتحن رياضيات. عافية أحمد، هذا الطالب الشاطر. طلاب ليش ما تصيرون مثل أحمد؟ تدرسون 15 ساعة، صيروا شطار مثل أحمد. عافية أحمد عافية. طلاب باكر امتحان رياضيات، ها هي باكر امتحان رياضيات، ما راح أجل امتحان الرياضيات على غير يوم، باكر امتحان رياضيات، واللي ما يجي باكر أخليه له 0 بالورقة، أريد باكر الكل يداوم، تمام؟ استاذ الله يخليك اجل امتحان الرياضيات، والله ما نقدر نمتحن باكر لان استاذ ما مفتهمين المادة، الصف كله ما مفتهم المادة، بس الطالب احمد مفتهم المادة لان احمد طالب شاطر، ومثل ما سمعته يقول اني دارس الرياضيات 15 ساعة، اني اقوى دراسة دارسها لمدة 10 دقائق. صحيح استاذ انت شارح لنا المادة اكثر من مرة، بس استاذ بعدنا ما مفتهميها، يا ريت تأجل الامتحان على غير يوم لحد ما نفتهم المادة. ما تصيرون لعد مثل احمد تدرسون 15 ساعة، صيروا شطار مثله، باكر تمتحنون يعني تمتحنون، باكر امتحان رياضيات، واللي ما يجي يمتحن باكر اخليه له 0. يلا اني راح اروح، راح يجيكم مدرس الانجليزي، مع السلامة. احمد ما دام خليته بالرياضيات باكر يمتحنه، انا راح اعتمد عليك، اني وعلي راح نعتمد عليك، تمام؟ لان بس انت اللي قاري وبس انت اللي شاطر، انا راح ارجع للبيت ما راح افتح التاب ولا اباوع للرياضيات، راح اعتمد عليك باكر، باكر انت تغششنا اني وعلي، تمام؟ ايه على قولة حسين، مثل ما خليته بالرياضيات يمتحنا باكر، انت باكر راح تغششنا بامتحان الرياضيات، تمام؟ لان بس انت الشاطر اللي بينا، انت باكر راح تغششنا، احنا ما راح نفتح كتاب الرياضيات ولا راح نقرا. ما اغششكم، على شنو اغششكم؟ انا البارحة ادرس 15 ساعة رياضيات وتريدون هسه انطيكم غش؟ اذا اجى مدرس الانجليزي وقال باكر عندكم امتحان انجليزي، قل له استاذ ما نقدر، اجل الانجليزي على غير يوم لان عندنا امتحان رياضيات وما نقدر نمتحن امتحانين بنفس الوقت، تمام؟ هسه من يقول مدرس الانجليزي راح يحدد لنا امتحان باكر؟ صبروا خلي يجي مدرس الانجليزي ونشوف راح يحدد لنا امتحان باكر لو لا. طلاب باكر عندكم امتحان انجليزي، واريد باكر الكل يداوم ويجي يمتحن. نعم استاذ، باكر ان شاء الله نمتحن انجليزي، وانا قبل يومين كنت ادرس انجليزي لمدة 10 ساعات، واليوم راح ارجع للبيت وادرس انجليزي لحد الصبح، لا راح اتغدى ولا راح اتعشى، راح ابقى بس اقرا للصبح اليوم. عافية احمد، انت اشطر واحد بالمدرسة. طلاب متفقين باكر ان شاء الله تجون تمتحنون انجليزي؟ استاذ ما نقدر باكر نمتحن انجليزي لان باكر عندنا امتحان رياضيات، ومثل ما تدري امتحانين بنفس اليوم شوية صعبة، فيا ريت استاذ تأجل لنا امتحان الانجليزي على غير يوم لان باكر عندنا امتحان رياضيات ونريد نقرا رياضيات. ماكو اي تأجيل، باكر الكل يجي يمتحن، واللي ما يجي يمتحن اخليه له 0، ولا حد يجيني ويقول لي استاذ اجل لي الامتحان، ما اجل الامتحان، تمام؟ يلا انا راح اروح، راح تيجي مدرسة التاريخ، يلا مع السلامة. احمد ايش بيك؟ مو قلنا لك قبل شوية انا وعلي لا تخلي ابو الانجليزي يمتحننا باكر؟ مو قلت لك خلي اجل الامتحان؟ مو قلت لك قل له عندنا امتحانين وما نقدر نمتحن امتحانين بنفس الوقت؟ لعد احمد باكر تغششنا بالرياضيات وبالانجليزي، وش تريد؟ فلوس، موبايل، بس المهم تغششنا، متفقين؟ اي يا احمد لا تنسانا باكر بامتحان الرياضيات وبامتحان الانجليزي، ومثل ما قلنا لك احنا حاضرين، ش تريد؟ فلوس، موبايل، اهم شي تغششنا باكر بالامتحان. طلاب باكر عندكم امتحان تاريخ، والمادة سهلة وما يراد لها شي، واريد الكل باكر يداوم ويجي يمتحن، تمام؟
نعم ست، باكر ان شاء الله نمتحن تاريخ، وان التاريخ حافظه، الكتاب كله قاري، يوميا اقعد اقرا تاريخ اني حافظه، باكر ان شاء الله اخذ 100. عافية احمد الشاطر، عافية، صيروا مثل احمد، تعلموا من عنده. احمد دائما ياخذ عندي بالتاريخ 100، انتو احسن واحد بيكم ياخذ عندي 20 من 100، هو دائما 100 ياخذ، صيروا مثله تعلموا من عنده. يلا طلاب، باكر راح تجون وتمتحنون تاريخ، تمام متفقين؟ ست باكر عندنا امتحانين، باكر عندنا انجليزي ورياضيات، شلون راح نمتحن تاريخ؟ يعني باكر راح اصير 3 امتحانات عندنا، يعني لازم اليوم ارجع للبيت اقرا رياضيات واقرا انجليزي واقرا تاريخ. ست والله صعبة، يا ريت تأجلين لنا امتحان التاريخ. ماكو اي تأجيل، باكر تجون تمتحنون، واللي ما يجي يمتحن تعرفون ايش راح يصير، راح اخلي له بالورقة 0، وبكيفكم بعد، المادة سهلة وما يراد لها شيء. تعالوا باكر وامتحنوا، وما اقبل اي تأجيل، باكر امتحان يعني امتحان. يلا مع السلامة. احمد من وراك صارت باكر 3 امتحانات، رياضيات وانجليزي وتاريخ، شلون راح نقراها؟ احمد هاي ال3 مواد، الرياضيات والانجليزي والتاريخ راح نعتمد بيها عليك باكر، انت راح تغششنا، اني ما راح افتح ولا كتاب. افكر بالموضوع عود، خل اروح للبيت، خلص الدوام. يلا طلاب بسرعة طلعوا الأوراق، عندكم امتحان رياضيات بسرعة يلا. شنو هاي؟ ايش قد سهلة الأسئلة؟ أستاذ شكرا على هاي الأسئلة السهلة، هاي الأسئلة ما تطول عندي دقيقة واحدة، هسه خلص الامتحان بدقيقة واحدة. أحمد الأسئلة حيل صعبة من الرياضيات، وهاي كلها ما أعرف أحل هالأسئلة. بسرعة السؤال الأول، يلا بسرعة. هسه ما راح أغششكم، خلوني أركز بهدوء وأكمل كل الأسئلة، وأشوف نفسي مجاوب على كل الأسئلة، وأشوف نفسي راح آخذ 100. يلا أغششكم، تمام؟ عوفوني هسه خل أحل بهدوء وبتركيز. أستاذ أريد ورقة ثانية، هاي الورقة ما جاي تكفيني، أريد ورقة ثانية. يريد ورقة ثانية، واني بعدني اسمي مكاتبه، الورقة فارغة وهو يريد ورقة ثانية. أحمد بس غششني سؤال واحد، خل اخذ 10 من 100، بس سؤال واحد اريدك تغششني، ما اريد منك اكثر، سؤال واحد. يلا طلاب خلص الوقت، يلا انطوني الاوراق بسرعة، يلا بسرعة انطوني الاوراق. استاذ انا كملت، عاشت ايدك استاذ على هاي الاسئلة السهلة، وان شاء الله باكر راح اخذ 100. علي شفت الاحمد عفنا وراح، حتى ما غششنا ولا سؤال، راح ناخذ 0 بالرياضيات. يلا طلاب بسرعة طلعوا الأوراق، عندكم امتحان إنجليزي، يلا بسرعة. شنو هاي الأسئلة مال إنجليزي؟ عاشت إيدك أستاذ على هاي الأسئلة السهلة، إن شاء الله راح آخذ 100، إيش قد ما سهلة الأسئلة، وهسه راح أخلصها بدقيقة واحدة. أحمد أنت بامتحان الرياضيات عفتنا ورحت، هالمرة عندنا امتحان إنجليزي، يا ريت ما تعوفنا، وإحنا حاضرين مثل ما قلت لك، فلوس موبايل بس المهم تغششنا. صبروا خل اكمل، خل اركز بهدوء، عوفوني خل اركز. شلون راح اخذ 100 وانتو كل شوية تحجون وياي؟ مو كل ما تحجون وياي راح انسى المعلومة. استاذ اريد ورقة ثانية، هاي الورقة ما جاي تكفيني. طلاب ترى خلص الوقت، 5 دقائق واسحب الاوراق، يلا بسرعة. احمد جاي تسمع المدرس شو يقول؟ يقول 5 دقائق واسحب الاوراق، يلا بسرعة احمد، سؤال واحد ما اريد اكثر. استاذ انا كملت، وان شاء الله راح اخذ 100، عاشت ايدك على هاي الاسئلة الحلوة. علي شفت احمد مرة ثانية عافنا وراح ناخذ بالانجليزي وبالرياضيات 0. يلا طلاب طلعوا الاوراق بسرعة، عندكم امتحان تاريخ. شكرا ست على هاي الاسئلة السهلة. يلا احمد غششنا بسرعة. عوفوني خل اكمل وعود بعدين افكر اغششكم. ست اريد ورقة ثانية، هاي الورقة ما جاي تكفيني. طلاب قلت لكم ما ضل وقت، راح اجي اخذ الاوراق من عندكم، يلا بسرعة. ما ضل وقت يا معود، بس تعريف واحد زين، تعريف بس انطيني تعريف خل اكتبه. يلا خل اغششكم، اسمع اكتب وهو
وهو شنو أحمد؟ وهو شنو؟ بسرعة بسرعة راح يخلص الوقت. وهو شنو؟ يلا اكتب بسرعة. وهو. تمام ست، خلصت تاني. هاي ورقة الامتحان. ظلت بنفسي، بس لو أعرف وهو شنو راح أبقى أفكر طول عمري. أريد أعرف وهو شنو بس ما راح أعرف.